يا مساء الفل عليكم. النهاردة هعمل معاكم البفتيك. محتاجين شوية توابل كده ما نستغناش عنها خالص، وهي بهارات اللحمة، فلفل أسمر، ملح، توم بودرة وبصل بودرة ومعلقة سكر، كوباية من عصير الطماطم، عصير بصل، طبعا البفتيك، وربع كوباية من اللبن. نجيب قطعة البفتيك ونحطها ما بين كيسين بلاستيك ونضغط عليهم كده بمثلا، انا شخصيا مستعمله يد دهون يعني. هو بتبقى فيه مضرب اصلا للبفتيك، بس يعني هو الجيش قالك اتصرف يعني. نيجي بعد كده نحط بقى المكونات على بعضها، الطماطم والتوابل واللبن. اللبن هيخليه طري جدا، والتتبيلة دي من التتبيلات المميزة والتحفة جدا جدا للبفتيك. نقلب كويس التتبيلة بالشكل ده، وبعد كده نجيب بقى البفتيك نتبله بالتتبيلة دي بالشكل ده. نتبل الكمية كلها ونسيبها في التلاجة لتاني يوم علشان تكون الأنسجة شربت من التتبيلة اللي احنا عملناها بالشكل ده. تاني يوم نحضر طبق فيه دقيق وبيض، وطبق فيه بقسماط اللي هو الكفر الأخير مع شوية نشا عشان يدينا قرمشة شوية. نبدأ بقى ان احنا نحط الطبقة الأولى وهي طبقة الدقيق بالشكل ده، ياخد بس يعني كفر كده في كل نسيج البفتيك، ولازم ننفضه كويس من الدقيق بعد ما خلاص اخدنا الكفر. وبعد كده ننتقل للبيض بالشكل ده، وبعد كده نحطه بقى على البقسماط ونضغط كويس، ونحاول ندخل البقسماط ما بين أنسجة اللحمة عشان الكفر ما يقعش. بعد ما تخلصي الكمية كلها بالدقيق والبيض والبقسماط، خليه في التلاجة حوالي ساعة أو ساعتين، وبعد كده قليه عشان تكون الطبقة أو الكراست ثبت على البفتيك وما يقعش منك وانتي بتقليه. نضيف بقى زيت وقطع بسيطة من الزبدة عشان تدينا طعم حلو، ونبدأ ان احنا نقلي البفتيك. من الوقت للتاني كده نحرك الطاسة عشان البقسماط اللي يقع ما يثبتش على البفتيك، وبالتالي يدينا لون مش حلو. نقلب بالشكل ده كل شوية لغاية ما ياخد طبقة ذهبية من الجهة الأولانية، وبعد كده نقلبه على الجهة التانية بعد ما يستوي. حلو جدا بالشكل ده. دقيقتين 3 على الجانب الأولاني، والجانب التاني برضو دقيقتين 3. ما نسيبهوش كتير في الطاسة علشان ما ينشفش. بجد طالع طعمه تحفة جدا جدا جدا. جربوه بجد وهيعجبكم. باي باي.